السلام عليكم بنات. نتمنى يلقاكم في هذا الفيديو في احسن الاحوال. ما تنسوش الاشتراك في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد والدروس الجديده اللي كندير. اليوم غادي نكمل معكم فيديو ديال درس الوريدات. نبداو على بركه الله. بسم الله. بطبيعه الحال كناخذوا البرا، كنحتاجوا ورقه. بالنسبه للبنات اللي ما كيكونوش عندهم الورق بزاف، الاحسن ان كناخذوا ورقه بحال هكا، كناخذوا شي زجاجه كنحطوها من الفوق بحال هكا. الا كنتو بغيتو تمسحوا الزجاجه وتعاودوا تخدموا فوقها من جديد ماشي مشكل. المهم انا كنفضل صراحه بالنسبه للبنات اللي كيتعلموا عندهم الورق بزاف ما عندهمش مشكل انهم يتعلموا في الورق، راه كتكون احسن طريقه هي الورق. نبداو على بركه الله. بسم الله. اليوم غادي نخدم معكم مريدات مختلفين وكيخدموهم بزاف في النقش الاماراتي. بطبيعة الحال هاد الخطفة هادي غنجروها غير من الفوق، نحاولوا ما نقيسوش دوك الوريقات اللي داجا عندنا في الوسط باش ما يتخسرش لينا الشكل ديال الورده. وهكا كنكونوا كملنا الورده ديالنا. تجي لهذا الشكل هذا سهله وكتخدم بزاف في النقش الاماراتي. ممكن اننا نديروها بطريقه اخرى بحال هكا نيت نفس الوردات اللي في الداخل. الا ما درتوش 7 الوريقات كنديروا غير 5 بحال هكا.
ما تديوش على هاد اللون اللي كيتخوى ليا في الورقه، راه غير دو ليا هذيك، حيت ديجا هاد الحنه هادي خدمت بها وبقات ليا وانا نخدم بها معكم فيديوهات. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا على الورقه يتعلموا فيها، من الاحسن انهم يخلطوا الحنه هكا طبيعيه بلا دوليه بلا والو، غير يصفيوها، يخلطوها ويصفيوها في الليبه باش تجيهم ساهله في الخدمه. هذا شكل اخر، غادي نحاولوا نديروا واحد هكا القوس، كنعاودوا نجروا الاخر بحال هكا من الفوق والاخر هكا من الفوق، كنعاودوا الجهه الاخرى حتى هي نفس الشكل بحال هكا شويه، وكناخذوا الوريده ديالنا كتجي على هذا الشكل هكا بحال هكا بشويه. ومن طبيعة الحال كما العادة نجرو من الفوق لتحت بحال هكا، كنحاولوا ما نقيسوش الوريدات الدخلانيين باش ما يتروش لنا الورده، اون فوا كتقيسيهم صافي كتمشي لك الورده كامله، ما كتبقاش عاطي الشكل ديالها زوين، وما كتبانش باقي واش ورده وكيفاش مخدومه. الاحسن اي وحده ما تقيسهمش، الاحسن ان الا كنتي كاع ما تقدريش ما بغيتيش تقيسيهم، من الاحسن تجيي حتى لهنايا وتحبسي بحال هكا باش هكا يبقى لك الشكل ديال الورده مزيان. من طبيعة الحال اي وحده يلاه بدات راه ما غاديش تكون يدها خفيفه ديال انها دير هاد الخطوطه بالزربه بحال هكا باش ما تروش ليها الورده. من طبيعة الحال غتبقى بشويه بحال هكا بشويه حتى تسالي الورده ديالها، ومع التدريب كل نهار ولا على حسب الوقت ديالكم غادي تمكن يدكم من انكم ديروا الخطفه بالزربه. هذه هي الورده ديالنا. نعاود معكم نفس الورده غير غادي نزيد ليها نقيطات هنايا. هكا نعاودو الجهه الاخرى، كنديرو الاول والثاني والثالث، الجهه الاخرى ثاني الثاني والثالث. كنلونو بحال هكا من الفوق لتحت، كنديرو القطع غليظه، قطع رقيقه بحال هكا، غليظه غليظه رقيقه عشوائيا بحال هكا.
وهذا الشكل النهائي ديال الوريده ديالنا. نعاود معكم وريده اخرى. بالنسبه لهادو ضروري في اي ورده، وحتى بالنسبه للحلزون انا نخدم معكم دابا نيت هذه ديال الحلزون. هذا بالنسبه لهاد الحلزون ضروري في اي ورده ديال الاماراتي، وهو بحال كنقولوا هو لا باز. ومن طبيعه الحال اي وحده غادي تخدم الوريضات الاماراتيين ضروري تكون كتعرف تدير هاد الحلزون مزيان، يعني ما يكونش عندها عويجاج، ما يكونش خط هنا وخط هنا، يجيها مقاد. وإلا ما تمكناتش اي وحده انها دير هاد الحلزون هو الاول ويكون مقاد بحال هكا، راه ما غاديش تمكن انها دير الوريدات كما بغات، وخصوصا بالنسبه للاماراتي. كنعاودو نديرو ليه واحد الخط غليظ هكا. سينو بغيتو تخليوه هكاك تخليوه. كنديرو وحده بحال هكا. هاد الوريده غادي من الوريدات الاولين اللي كنا خدمنا في الدرس الاول، غير هو غادي نخدموها بشكل اخر. غادي نديرو وحده هكا ووحده هكا، وحده هكا وجهه هكا، حتى كنساليو الوريده ديالنا في الدوره. بحال هكا، ماشي بالضروري يكونوا معبورين ومقادين. بطبيعه الحال كما قلت لكم ما كنقيسوش لتحت ديال الورده الدخلانيه اللي كاينه في وسط الورده باش ما تتعوجش لينا الورده وتجينا مقاده بحال هكا. غير هو كيف ما قلت لكم هذاك الحلزون ضروري كتلعبي به في الوريضات كاملين، وضروري اي وحده تكون كتقنو مزيان مزيان مزيان. عاد ديك الساعات كتبدا تخدم الوريضات كما بغات. كيمشي اصلا هذا الحلزون هذا في النقش الهندي، لا في النقش الاماراتي، في اي نقش بغيتي. وهذه كتكون الوريده ديالنا. نعاود نخدم معكم وريده اخرى بشكل اخر. كنديرو هذه وحده، تبعوا ليها الثانيه والثالثه، الاولى الثانيه، وكنديرو هنا دويرات صغيورين بحال هكا. من بعد بغينا نخدمو بهذه الطريقه، يكونوا الوريضات عندهم بحال السنينات في خارجين على برا، نخدموها بهكا. يجوا بحال الوريقات.